شوفوا ما أبالغ لما أقولكم ألذ كبسة ممكن تاكلونها في الكرة الأرضية كلها. يا ليمونة حياتي، خليكم معاي بنسوي ألذ كبسة خطوة بخطوة. قطعوا بصل بأي تقطيع انتوا حابينه، حطوه بقدر طيب مع زيت. أنا أحطه زيت البصل لما أقلي كثير أخليه. بعدين الفلفل الرومي هو السر، والثوم والبرتقال كمان. ما تكثرون، يعني مثلا يعني كوبين رز أنا أحط ربع برتقالة ربع ليمونة، والخضار حيعطي كبستكم طعم فوق الخيال. اللي موجود عندك حطيه. بعد ما حمرت البصل مرة حطيت عليه الصويا صوص والبرتقال والليمون، وضربت حبتين طماطم بالخلاط مع ربع فلفل رومي وشوي معجون طماطم، والبهارات كركم، بهارات مشكلة، ليمون أسود. الليمون أسود أحسن شي حبايب قلبي. كونوا غاليين موية حارة وانقعوا فيها. طبعا أنا بقولكم شغلة، البهارات الصحيحة اللي تحبون حطوا. كشنتهم ثم حطيت الدجاج. أوكي، وخليتهم كبستهم تقريبا 10 دقايق على نار وسط. ما يعني أنا ما صايرة هذه الطريقة أتبعها تعطيني أحلى طعم بدون نقطة موية. ليش يا ضحى؟ الخضار كلها موية. شوفوا طريقتي، حطوا اللي تبون، باذنجان، كزبرة فريش، أي شيء عندكم حطوه. بهارات اللي تحبونها حطوها. أنا أحب أحط حبتين هيل، قرنفل، قرفة صغيرة. حلو. بعدين حطيت موية ومكرونة بعد ما فتحتها بعد 10 دقايق وخليتها. كبستها شوي 5 دقايق ورجعت فتحتها. أنا ناقعة الرز بموية حارة، زبطت الملح هنا ويا سلام سلم، وحطيت إيش الرز وعصرة ليمونة. الليمون ترى بيغير طعم الرز، نص ليمونة على الكبسة. قسم بالله ريحتها مش طبيعية مش طبيعية مش طبيعية. كبستها تقريبا أول 10 دقايق. بعدين فتحتها، حطيت بصل وزبيب، بعدين كبستها مرة ثانية وخليتها 10 دقايق ثانية. ثم أنا بعد ما أخلي يعني بعد ما أكبسها ثاني مرة أخليها كذا 5 دقايق قبل قدر عشان تشرب الموية. ألذ كبسة مكرونة بالكرة الأرضية. لا دي ده وهو رز وهو مكرونة. في ناس شلون قالوا يا شيف ضحى، أنا أحب كذا، هذا مودي بالكبسات مع زلطة كذا ويا سلام سلم. أقولكم الطعم، اللي يبي مكرونة فيه اللي يبي رز فيه، حتطلع معاكم الحبة مدبلة 3 دبلات بالعافية.